بيبدأ الفيلم بصحفية شاطرة في طريقها لمقابلة قاتل متسلسل. هي وصديقها المحقق بيسمعوا تسجيلات للقاتل بيطلب منها يعملوا سبق صحفي خاص، وإنها لازم تقابله النهاردة، ولو ما جاتش أو عرفت حد بالمقابلة بتاعتهم هيموت الضحية الجديدة الليلة. في الوقت ده كانت مسيرتها المهنية بتنهار وفي النازل بسبب فشل تحقيقها في قضية إلشن، وكانت القناة خلاص هتمشيها، فكانت المكالمة دي بالنسبة لها هي السبق الصحفي اللي ممكن يرجعها للحياة من تاني ويخليها تركب الترند. بتكون بقى وصلت للفندق واستلمت مفتاح الأوضة اللي هو بقى حجزها للمقابلة، وبتكتشف من الموظفة إن كاميرات الفندق كلها عطلانة لأنهم بيعملوا لها صيانة، فبتدخل للحمام وبتحط سماعة صغيرة جدا جوه ودنها، بعدها بتطلع للغرفة وبتسيب مفتاح في الأسانسير عشان لو حصل حاجة صاحبها يقدر يلحقها. زميلها بياخد مفتاح الغرفة وبيدخل الأوضة اللي تحتها، وبتبدأ سون تزرع كاميرات في الغرفة عشان يسجلوا اعترافات القاتل، وسونغ بيقولها تديله إشارة لو حست بأي غدر أو غيرت رأيها، فبتقوله أنا هقدر أقابله. سون كانت قاعدة على أعصابها مستنية تقابل القاتل، بس اللي فتحت له الباب راجل في منتهى الشياكة، هادي وراسي، لا وكمان بيستأذن عشان يدخل. إيه القاتل المؤدب ده؟ وبيسألها لو كان شكله مختلف عن القاتل اللي في خيالها. ردت عليه لا بالعكس، واحد ولا قمر عرفت تجيبه ولا بيسيب دليل في مسرح الجريمة، لازم يكون ده شكله. سون ما كانتش عايزة تضيع وقتها فطلبت منه دليل عشان تتأكد انه القاتل. طلع تليفونه وقال لها بمنتهى البرود لو ده اللي هيخليكي تصدقي اتفضلي شوفي الفيديو ده. في اللحظة دي سون وزميلها سونغ اللي كانوا بيراقبوا من ورا الشاشة شافوا فيديوهات حقيقية وبشعة للتعذيب وقتل الضحايا، ووشه كان باين فيه بوضوح وهو بيخلص عليهم، وده كان الدليل انه فعلا قاتل. تبدأ المقابلة وبتسأله بتقول انك قتلت 11 شخص، هل كانت دافع تطهير المجتمع مثلا لان ضحاياك ليهم سجلات جنائية؟ فبيقول لها لا طبعا، انا بعالج الناس لاني دكتور نفسي. خدت الصدمة وكمل شرح فلسفته المرعبة. أنا مش شايف إن قتلي للناس دي جريمة، أنا شايفها إجراء طبي. الناس اللي قتلتهم دول مجرد خلايا سرطانية كانوا بيتحكموا في أرواح مرضاي، وأنا كل اللي عملته إني استأصلتهم عشان أعالج المريض بتاعي. لما حاولت تواجهه إن ده جنون مش طب، رد عليها بمنتهى الثقة أنا كدكتور التزمت بواجبي المهني بالملي، مارست الطب بضمير وفكرت في صحة مريضي قبل أي حاجة. هو شايف إن استئصال الشخص اللي سبب الوجع النفسي للمريض هو الروشتة الوحيدة اللي هتجيب مفعول. فاستغربت جدا من موقف الدكتور وسألته ليه يخاطر بالسر ده ويعمل مقابلة. فرد عليها العالم اللي عايشين فيه في حاجات لازم تتعمل حتى لو فيها مخاطرة، وإلا ما كنتيش انتي كمان جيتي وخاطرتي بحياتك في المقابلة دي. ردت عليه أنا جيت عشان أنقذ الضحية اللي قلت إنك هتقتلها النهاردة وانت وعدت بسلامتي. وكملت كلامها وقالت له قولي الضحية ده مين وفين دلوقتي وحالته ايه، وإلا مش هكمل الانترفيو. الدكتور بكل برود ابتسم وقال لها لا مش هقول. فقررت تنهي القعدة وقالت له خلاص نعتبر مفيش مقابلة حصلت النهاردة، ورجعت له كل اللي صورته وقامت فعلا تلم حاجتها عشان تمشي. في اللحظة دي زميلها استعد وقال لها في السماعة خلاص اطلعي وانا ههجم عليه فورا، لكن الدكتور وقفها بكلمة واحدة لو خرجتي من الأوضة دي دلوقتي الشخص ده هيموت فورا. أنا قلت إني هديكي فرصة تنقذيه، بس لو مشيت انت اللي هتكوني قتلتيه. رجعت فعلا قعدت مكانها تاني وسألته عن الدوافع اللي خلت الدكتور زيه يبقى قاتل متسلسل. فبدأ الدكتور يحكي لها قصة وطلب منها تعتبر القصة دي قصتها عشان تستوعبه. بدأ يحكي لها عن ست كانت عايشة حياة عادية وطبيعية جدا، اتجوزت وهي عندها 29 سنة وبعدها حملت، وكانت متخيلة ان كل ايامها الجاية هتكون سعيدة، لحد ما جه يوم وهي في الجراج بتجيب حاجة من العربية ظهر وراها شخص حيوان واعتدى عليها. وعلى الرغم ان الجاني اتقبض عليه بسرعة والطفل اتولد بصحة كويسة، الا ان ذكريات اليوم السوداء دي ما خرجتش من دماغها ولا فرقتها. الوهم فضل مسيطر عليها لدرجة انها تخيلت ان دم الشخص الحقير ده اختلط بدم ابنها، وما قدرتش تتخلص من الفكرة دي بأي طريقة. ومن كتر الألم والوهم ده قررت تنتحر هي وابنها ورمت نفسها من فوق المبنى. الصحفية سألت الدكتور لو كان الست اللي بيحكي عنها دي مراته، وطلع فعلا تخمينها في محله. الدكتور كمل كلامه وقال انه فضل يلوم نفسه
طول الوقت بصفته دكتور نفسي، لأنه فشل يعالج الأوهام اللي سيطرت على عقل مراته ودمرت حياتها. لكن وسط كل الوجع ده كان في هدف واحد بس هو اللي مصبره ومخليه يكمل حياته، وهو الانتقام. عرفنا إن المجرم اللي اعتدى على مراته اتحكم عليه ب4 سنين سجن بس، والمستفز إنه كان بيبتسم ببرود واستفزاز وقت النطق بالحكم. قرر إنه هيكرس حياته في ال4 سنين دول عشان يدرس ويخطط كل يوم إزاي يخلي المجرم ده يتعذب ويدوق الويل وينتقم منه شر انتقام. وفضل مستني يوم خروجه من السجن بفارغ الصبر عشان ينفذ خطته. لكن الصدمة كانت إن المجرم مخرجش. الدكتور عرف إن المجرم اتعرض لصعقة كهربائية في ورشة السجن ومات في ثواني. في اللحظة دي الدكتور حس بفراغ رهيب وإن الدنيا ملهاش طعم، ومبقاش عنده أي سبب يعيش عشانه بعد ما خسر مراته وبنته، لدرجة حتى كان بيجرب طرق تخليه يموت. فسألته: طب إزاي قدرت ترجع لحياتك وتمارس مهنتك تاني بعد كل اللي حصل؟ فجاوبها إنه لقى فرصة خلته يتولد من جديد كطبيب، وده حصل لما جاله مريض حكاله مأساته. المريض ده كان راجل مكافح وطيب، خسر مراته في حادثة بسبب شخص كان سايق وهو سكران، وابنه اللي كان عنده 8 سنين دخل في غيبوبة. المريض حكى للدكتور إن في يوم شاف الشخص اللي دمر حياته تاني وكان عايز يقتله وينتقم منه، لكن اتراجع في آخر لحظة عشان خاطر ابنه. كلام المريض فكر الدكتور بمأساته الشخصية مع مراته، وحس إنه جلسات العلاج النفسي مش هتجيب نتيجة، فقرر يعرض عليه علاج من نوع تاني وسأله: تحب أقتلهولك؟ المريض وافق، وبالفعل الدكتور خطط لكل حاجة وراح للراجل ده وخدره وخلص عليه، ورتب للمريض حجة غياب عشان ما يتكشفش. بعد ما الدكتور انتقم للمريض، المريض حس براحة كبيرة جدا وحالته النفسية اتحسنت بشكل مذهل. والدكتور كمل كلامه للصحفية إن ذكريات الصدمة مستحيل تتمحي تماما، لكن ممكن نقلل الألم الناتج عنها، وأكتر طريقة فعالة هي الانتقام. الدكتور قرب منها عشان يربكها وسألها: أنا كنت بفكر، هل انتي فعلا جاية هنا عشان تنقذي حياة شخص، ولا عشان تاخدي سبق صحفي وتتصدري العناوين الرئيسية في الأخبار؟ هل فعلا مصلحة الشخص ده هي اللي تهمك ولا الطمع في الخبر الصحفي؟ ردت عليه: قلتلك قبل كده أنا مش مهتمة بموضوع السبق الصحفي ده خالص. الدكتور محبش يعدي الموضوع ببساطة ومسك إيدها وقال لها: تمام، خليني أجرب أخمن، بصي في عيني. وعاد عليها نفس السؤال وردت عليه بنفس الإجابة. هنا الدكتور بدأ يحلل رد فعل جسمها وهو بيراقبها: اتساع في حدقة العين، رعشة بسيطة في طرف الشفايف وبين الحواجب، نبض زاد أكتر من 30%. دي ردود فعل فسيولوجية ونفسية طبيعية جدا، لأن ببساطة كده انتي بتكدبي يا أستاذة سو. وكمل كلامه بهدوء: بس مفيش مشكلة، أنا مقدر ده جدا. مهنة الصحافة مهنة شرسة وصعبة، الواحد غصب عنه بيكتسب عادات مش كويسة عشان يقدر يعيش، واللي نجدها من تحت إيده إن الباب خبط. أكيد ده الأكل، أنا طلبت شوية حاجات ناكلها وأنا طالع. الدكتور فتح الباب للعامل، الولد دخل وحط الأكل، والدكتور بدأ يطلع فلوس عشان يديها له. بس أول ما الولد جه يمد إيده عشان ياخد الفلوس، الدكتور سحب إيده فجأة وبدأ يتكلم ببرود: أنت في العادي بتبقى مهمل وكسول في شغلك، بس لما بيبقى في روم سيرفيس لسويت بتيجي جري وبتضحك عشان خاطر شوية فكة، مش كده يا يون؟ الولد استغرب جدا إن الدكتور عارف اسمه وسأله: أنت تعرفني؟ وبدون أي مقدمات الدكتور طلع حقنة وغرزها في رقبة العامل، وفي ثانية واحدة كان الولد جثة هامدة على الأرض. وفي وسط ذهول المحقق اللي بيراقب وسون اللي هتعملها على نفسها من الرعب ومش فاهمة ليه عمل كده، الدكتور شرح لها بمنتهى الهدوء: انتي ما سألتيش ليه اخترت الأوتيل ده بالذات للمقابلة؟ الشخص ده اعتدى على بنت بريئة وصورها وفضل يبتزها بالفلوس لمدة 3 سنين، لدرجة انه خلى خطيبها يفسخ الخطوبة ودمر حياتها. فقلت اخلص منه بالمرة وانا بعمل المقابلة، والحمد لله العملية نجحت. ولما فكرته انه قال لها انه مش هيقتل الضحية، رد عليها: فعلا في حد هيموت بالليل، فخليكي مركزة بس على الشخص اللي حياته في خطر، واللي مات مات خلاص. المهم دلوقتي تركزي في المقابلة عشان تنقذي الشخص اللي لسه عايش. لما الدكتور لاحظ انها ميتة من الرعب، قام غير الوان اضاءة الأوضة عشان يهديها. المهم والمحقق طلب منها تتماسك وتكمل المقابلة للآخر عشان يقدروا يوصلوا للضحية اللي لسه ما قتلهاش. وسألته: بعد أول جريمة قتل عملت إيه؟ فبدأ يحكي لها إنه ما كانش ينفع يفضل قاعد في عيادته مستني المريض يجيله، لأن ده في نظره كان تقصير في حق مهنته. عشان كده قررت إن أنزل أدور على المرضى بنفسي، وبدأت أتطوع في مراكز استشارة نفسية كتير، وفعلا لقيت حالات محتاجة مساعدة بجد. وكنت
كنت بسمع قصص الناس اللي اتعرضت للظلم والقهر وبدأت أعالجهم بطريقتي الخاصة. كان بيوصل لكل شخص أذى مريض عنده ويخلص عليه، وكان بيحرص إن كل مرة تكون الطريقة جديدة ومبتكرة عشان تليق بالجريمة اللي الشخص ده عملها. ولما سألته لو كان بيحس بالذنب رد بمنتهى الثقة: أنا أبدا، أنا كنت بحس إني أديت واجبي كدكتور على أكمل وجه. أنا كنت بشيل الخلايا السرطانية اللي كانت بتنهش في أرواح المرضى بتوعي. وكمل كلامه وقالوا إن فعلا في بعض المرضى في البداية ما كانوش حاسين بارتياح وظهرت عليهم مشاعر الذنب، وكل علاج ليه طبعا أعراض جانبية. طبعا يا أخويا أمال إيه. وهنا كشف لها عن موهبة تانية عنده، وهي إنه شاطر جدا في التنويم المغناطيسي. وقال لها التنويم المغناطيسي ده وسيلة بسيطة بتخلينا نبص على الوش التاني المستخبي والحقيقة اللي جوانا، ومن خلاله كنت بقدر أعالج أي أعراض جانبية عند المريض وخليه يحس بالارتياح. الدكتور كمل كلامه وبدأ يحكي لها عن قصة مريض عنده كان طالب موهوب جدا في العزف على الكمان، لدرجة انه كان بيعزف مقطوعات صعبة ببراعة، لكن الموهبة دي ما كانتش عاجبة واحد زميله متنمر. فضل يأذيه لمدة سنة كاملة، وفي الآخر دمر له ايده الشمال بموس حلاقة، قطع له الأوتار عشان يضمن انه مش هيعزف تاني أبدا ويقضي على حلمه للأبد. وفي الوقت ده المحقق كان وصل خلاص ودخل يقتحم الغرفة عشان يقبض على الدكتور، لكن الصدمة ان كارت الغرفة ما كانش شغال، والمحقق كان هيتجنن وعرفها في السماعة انها تحاول تحافظ على هدوءها عشان مش هيعرف يدخل. الدكتور قطع القصة وسألها: انت عندك أولاد؟ ردت عليه بخوف: ايوه عندي بنت. هنا بدأ يلعب بأعصابها وسألها: لو الطالب اللي حلمه اتحطم ده كان ابنك كنتي هتقتلي الجاني؟ جاوبي بصراحة. من كتر ما القصة أثرت فيها ردت بصدق: أيوة كنت هقتله. الدكتور ابتسم وقال لها إنه فعلا هيقتل المتنمر ده دلوقتي حالا، وإنه استخدم التنويم المغناطيسي وأقنع المتنمر إنه في مكان فوق السطح هو مكان الأحلام، وبمجرد ما يبعت له رسالة واحدة الولد هيرمي نفسه من فوق المبنى وكأنه بيطير. والدكتور دمر أعصابها بالذات لما قال إن الولد اتجرح بموس حلاقة، لأنها الصبح حكت لزميلها إنها شافت مع بنتها موس. ولما الدكتور حاول يبعت الرسالة صرخت: ما تبعتش الرسالة، قولي المتنمرة دي بنتي. الدكتور بصلها وابتسم وقال لها: لا دول ولاد، اهدي. وبدأ يدخل معاها في مرحلة تانية من العلاج النفسي عشان يخليها تطلع كل اللي جواها بخصوص بنتها وعلاقتهم المتوترة، وطلب منها تسترخي تماما وتغمض عينيها عشان يدخل معاها في حالة التنويم المغناطيسي. وفعلا استجابت وسألها: بنت كيرن حاسة ان في حاجة غلط بتحصل معاها؟ جاوبته: ايوه، بنتي بتخبي عليا حاجة بقالها 6 شهور. الدكتور كمل: وايه حصل من 6 شهور؟ بدأت تحكي ان جوزها السابق رفع عليها قضية حضانة من كذا شهر وعايز ياخد بنتها منها، ولما سألها ليه قالت له عشان هو مقتدر اكتر مني ماديا، وهي بقت زيه بالظبط، شخص اناني مش شايف غير نفسه. الدكتور محبش يقف هنا وسألها: طب ودلوقتي ايه شعورك تجاه بنتك؟ انت بتكرهيها؟ قوليلي الحقيقة، بنتك تقيلة على قلبك؟ في اللحظة دي شافت وش بنتها وابتسامتها قدام عينيها، وفجأة فاقت من التنويم وهي مخضوضة وبتنهج وسألته: انت عملت فيا ايه؟ رد عليها: ولا حاجة، انا بس سألت شوية اسئلة بطريقة مريحة وانت اللي كنتي عايزة تتكلمي. المحقق حس ان خطتهم هتتكشف وعرفها ان الراجل ده بيلعب بعقلها وده شخص خطير جدا. استعملي الجهاز اللي اديتهولك ودافعي عن نفسك وهربي فورا. استجمعت شجاعتها وقامت وقفت وقربت من الدكتور وهي مخبية الأداة، وقالت له: كفاية لحد كده، المقابلة دي مش هتكمل غير لما تقولي مين الشخص اللي ناوي تقتله النهاردة بالليل. الدكتور بصلها بابتسامة وسألها: وانتي فعلا مستعدة تعرفي؟ وطلب انها ترجع تقعد مكانها تاني، وفعلا قعدت وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل. هنا الدكتور فجر المفاجأة وصدمها وصدم المحقق لما قال: انا عارف ان زميلك المحقق مستني في الدور اللي تحت، وعارف انكم راسمين خطة. المحقق لما سمع الجملة دي دمه اتجمد في عروقه وطلع جري عشان يقتحم الغرفة، لكنه اتفاجئ ان الباب مقفول عليه. في اللحظة دي الدكتور وقف جنب سون وبصلها بابتسامة وقال لها: مالك متوترة كده ليه؟ هو انتي كنتي مستنية حد يجي ينقذك مثلا حبيبة؟ للأسف دلوقتي راح في 7 نومة ومحدش هيقدر يجيلك. سون طلعت الجهاز اللي معاها بسرعة وحاولت تصعقه، لكن الدكتور في لحظة كان ماسك ايدها وقال لها: احنا كدكاترة نفسيين رد فعلنا لازم يكون رد فعل سريع، لأننا بنتعامل مع مرضى مش ضامنين سلوكهم المفاجئ ممكن يكون ايه. وبعدها بكل بساطة صعقها. لما فاقت لقت نفسها متربطة في الكرسي والدكتور قاعد قدامها وبيلعب بالمشرط في ايده. قال لها: أنا طلبت منك تحافظي على أسراري وتيجي لوحدك، بس انتي خلفتي الوعد. سون وهي بترتعش قالت له: أنا آسفة، أنا غلطت. هنا الدكتور ابتسم وقال لها: خلاص أنا مسامحك،
لأن أنا كمان كدبت عليكي في حاجات كتير. الحقيقة إن المقابلة دي ما كانتش عشاني أنا، دي كانت عشانك انتي. أنا اللي كنت عايزة أقابلك لسبب تاني خالص. وقرب المشرط من رقبتها وبدأ يسألها: انتي خايفة ليه؟ هل في حاجة في ضميرك تعباكي؟ حاجة تخلي واحد زيي يقرر ينهي حياتك؟ ويا عيني كانت بتحاول تداري رعبها. ردت: لا، أنا عمري ما كنت شخص سيء لدرجة إن حد يكرهني ويتمنى موتي. أنا عشت حياتي بذمة وأمانة. ففكها وسألها: فكري كويس، هل فعلا حياتك ما فيهاش ولا غلطة؟ فبترد السؤال بسؤال: انت بتعمل كل ده عشان موضوع مجموعة إلشن؟ والدكتور طلب منها تحكي له اللي حصل بالظبط. بدأت تحكي من سنة تقريبا اتصل بيها واحد اسمه مين، رئيس الفريق المالي لشركة اي اس باي تابعة لمجموعة إلشن، وقال لها انه عايز يبلغ عن كارثة. مين حكى لها ان الشركة من 10 سنين انتجت ادوية ومواد سامة، وبسبب اهمال الادارة المواد دي اتسربت بشكل غير قانوني في نهر يونغسان، والكارثة دي تسببت في زيادة مرعبة في معدل الاصابة بسرطان الاطفال والوفيات في المنطقة اللي حوالين النهر. ومين كان حاسس بالذنب لانه كان بيدير صندوق الرشاوي اللي الشركة بتستخدمه عشان تسكت المسؤولين. وبدأت تجمع ادلة ومقالات كتير. ومين سلمها دفتر الحسابات بتاع الشركة وهي خبته في بيتها، لكن قبل ما تنشر التحقيق الدفتر اتسرق من بيتها. وفي نفس الليلة مين مات في حادثة وكل الأدلة اختفت. ومن شهر قسم الحسابات في الجريدة جاله بلاغ مجهول بيتهمها إنها باعت القضية وقبضت من مجموعة إلشن مقابل إنها تسلم الدفتر وتخفي الحقيقة. وعلى الرغم من محاولاتها إن هي تثبت براءتها إلا إن الإدارة رفضت تسمعها واعتبرتها خاينة لمهنتها. الدكتور بصلها بكل هدوء وسألها للمرة الأخيرة: انتي فعلا متأكدة من براءتك؟ تقدري تحلفي بحياة بنتك؟ سون فقدت أعصابها. إياك تجيب سيرة بنتي على لسانك، بنتي خط أحمر. الدكتور شاف عينيها الصدق وقال لها: اهدي، أنا فعلا عارف إنك بريئة، وعارف إن البلاغ المجهول اللي وصل لجارتك كان كذب في كذب، لأني أنا اللي عملت البلاغ ده بنفسي. وشرح لها إن دي كانت الطريقة الوحيدة عشان يخليها تيجي هي والمحقق للمكان ده من غير ما يضطر يأذيهم، وكل ده الهدف واحد بس، وهو إنه يعالجها من الوجع اللي هي عايشة فيه. الدكتور طلع تليفونه وسأل المحقق لو كان محتاج مساعدة في الهروب. سون من كتر خوفها على زميلها قالت له: أنا اللي خططت لكل حاجة، هو ملوش ذنب في أي حاجة حصلت. الدكتور استغرب من دفاعها ووراها فيديو لسونغ وهو بيحاول يفك نفسه. تفتكري لو كان الشخص ده بيخاف عليكي فعلا كان هيوافق يحطك في مقابلة خطر زي دي؟ عشان الجواب ببساطة: الشخص اللي سرق دفتر الحسابات من بيتك هو المحقق. سونغ مش المحقق الشريف اللي تعرفيه، ده ضابط فاسد بيبيع معلومات التحقيقات لمنظمة إجرامية، والمنظمة دي عملت له فخ وخلته كلب صيد ليهم. مجموعة إلشن كانت عارفة كل تحركاتك وعارفة إن الدفتر معاكي، فاتفقوا معاه ووعدوه بمنصب رئاسة قسم التحقيق في مقابل إنه يسرق الدفتر ويسلمه لهم. وهو فعلا خانك عشان الترقية وعشان يخلص من ضغط العصابة اللي ماسكة عليه زلة. فبتعرفه إنه كذاب علشان هو ما خدش الترقية أصلا، فبيعرفها إن دي النتيجة الطبيعية للي عمله. مجموعة إلشن مجرد ما أخدوا الدفتر غدروا بيه وما نفذوش وعدهم، وبالعكس استغلوا المعلومات اللي المنظمة الإجرامية ماسكاها عليه عشان يذلوه ويكسروا عينه، وبقى مجرد كلب صيد ليهم. وكمل كلامه إن في الليلة اللي دخل فيها بيتك عشان يسرق الدفتر بدأ يكركب البيت ويبهدله عشان تبان إنها عملية سرقة عادية ومحدش يشك فيه. وبنتك رجعت من مدرستها بدري بسبب إنها كانت تعبانة وشافته وهو بيسرق الدفتر، وعشان يضمن إن البنت ما تفتحش بقها وتفضحه قرر يرتكب أبشع جريمة ممكنة. اعتدى عليها وهو عارف إنها بتعتبره زي أبوها وبتحبه. لما سون انهارت وبدأت تصرخ إن ده مستحيل يحصل، الدكتور شرح لها إن سونغ عارف إن بنتها بتحبها ومرعوبة من فكرة إنها تروح تعيش مع أبوها، فالواطي هددها إنها لو اتكلمت هتفقد حضانة أمها وهتروح تعيش مع أبوها للأبد. فالبنت فضلت ساكتة وبتتعذب عشان تحمي مامتها، بس سون مش بتصدق وبتطلب دليل. فالدكتور علشان يقطع الشك باليقين طلع التليفون وطلب منها تتصل ببنتها وتتأكد بنفسها. وبالفعل لما اتصلت البنت بدأت تعيط وتقول لها: ماما أنا أسفة، كنت عايزة أقولك من زمان. الدكتور أخد التليفون وطمن البنت وبص لسون وقال لها إن القرار دلوقتي في إيدها، هل تكمل العلاج وتنتقم للي حصل لبنتها؟ فطلبت منه إنها تواجهه بنفسها الأول.
الدكتور وافق بس اداها نصيحة: لازم تؤمني بنفسك وتصدقيها مهما حاول يخدعك. وفعلا بتروح وهي رافعة عليه السلاح، وهو بكل بجاحة حاول يضحك عليها ويقنعها ان الدكتور ده مجنون وبيلعب بعقلها. للحظة سون بدأت تضعف وتصدقه، بس فجأة افتكرت نظرة بنتها ليلة الحادثة ورجعت فاقت من خداعه ليها. وسونغ لما لقى ان كدبته مش جايبة نتيجة بان على وشه الحقيقي، زقها بكل قوته وقال لها كانت غلطة صغيرة ايه يعني، وبدأ يضرب فيها بكل غل وقسوة. وفي وسط الضرب ده الدكتور ظهر من وراه فمسك سون من شعرها ووجه المسدس ناحية الدكتور وضغط على الزناد عشان يقتله. بس الصدمة ان المسدس طلع فاضي. في اللحظة دي سون استغلت انشغاله وحقنته بسرعة في رجله. الدكتور قرب منها وقال لها ما تقلقش، دي مجرد حقنة تخدير، وطلب منها تروح لبنتها. والدكتور وقف فوق راسه وقال له هخليك تحس بنفس الألم والخوف اللي ييرين حست بيه، وزي ما احنا عارفين خلص عليه بطريقة بشعة. وبعد شهر بيكون عالج ييرين وفاهمها ان الأخبار قالت ان عربيته جرفها السيل ومحدش لقى جثته. وبكده بتكون خلصت رحلتنا مع الفيلم ده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.